هل شعرت يوما بأنك لست واثقا بنفسك بما يكفي؟ تخشى التعبير عن رأيك؟ تشعر بأنك أقل من الآخرين؟ حسنا، استمع إلي جيدا، فقد تكون فاقدا للثقة دون أن تدرك ذلك. قبل أن نبدأ، إذا كانت هذه أول مرة تشاهدني، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وإن أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، فهذا يساعدنا على الاستمرار وتقديم محتوى أفضل. ثقتك بنفسك ليست شيئا ولدت به، بل هي نتيجة تراكمات بمرور الوقت. هناك العديد من الأسباب التي قد تدمر ثقتك بنفسك دون أن تنتبه. أحدها هو مقارنة نفسك بالآخرين باستمرار. نحن نرى يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يعيشون حياة تبدو مثالية، نجاح، أموال، سفر، مظهر جذاب، فتبدأ بالشعور بأنك أقل منهم. ولكن الحقيقة، ما تراه ليس سوى جزء صغير جدا من حياتهم، وليس الواقع الكامل. الاعتماد على آراء الآخرين أيضا من أكثر الأمور التي تضعف ثقتك. عندما تربط قيمتك الشخصية برأي الناس، فأنت بذلك تسلمهم زمام حياتك. ومهما فعلت، ستجد دائما من ينتقدك. لماذا تجعل كلامهم يؤثر على ثقتك بنفسك؟ الناس يتحدثون في كل الأحوال، لذا عش حياتك وفقا لما تراه مناسبا لك، وليس لما يريده الآخرون. الخوف من الفشل كذلك أحد الأسباب التي تضعف الثقة بالنفس. الكثيرون يخشون تجربة أشياء جديدة خوفا من الفشل، ولكن هل تعلم ما هو أسوأ من الفشل؟ أن تبقى مكانك دون أن تحاول. جميع الناجحين فشلوا مرات عديدة قبل أن يصلوا إلى ما هم عليه الآن. الفرق أنهم لم يستسلموا. لو استسلموا، لما عرفهم أحد اليوم؟ الحل بسيط، لكنه يحتاج إلى وعي وتدريب. لا تقارن نفسك بالآخرين، بل قارن نفسك بنفسك. هل أنت اليوم أفضل مما كنت عليه بالأمس؟ كن واثقا في قراراتك، لا تستمع لكلام المحبطين، ولا تخف من الفشل، بل اجعل كل تجربة درسا يقودك إلى النجاح. أخبرني في التعليقات ما هو أكثر شيء أثر على ثقتك بنفسك. ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إذا وجدت الفيديو مفيدا، والاشتراك في القناة